السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده بفيديو جديد وجميل. هنعمل مع بعض الباتيه في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. ومش مش هتحتاج ان انت تجيبيه من الافران. هنعمله بايه؟ وهنعمله احنا طبعا عملنا مع بعض السمنه البلدي. ما كانش ينفع ان انا ارمي اللي طلع منها، طبعا كله ما شاء الله خير. واحنا قلنا هندبر ونوفر مع بعض، وهنشوف هنعمل ايه. طبعا ركنته وجيت تاني يوم قلت ان انا ايه اخمر بيه الباتيه. والطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى عندي اهوت يا دوبك انا دفيته على النار بسيط جدا، وحطيت باكو من الخميره الفوريه، وكمان حطيت معلقه من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من السكر، وقلبتهم كويس جدا. وجبت نص كميه الدقيق معايا مثلا كيلو، هحط نص الكميه وهسيبها بقى تخمر مده نص ساعه. وبعد كده رحت حاطه بقيه الدقيق وقلبته، وانا عايزه بقى معايا عايزاه لزج كده زي ما انتوا شايفين، عايزاه بيلزق في الايد كده. دي احسن حاجه. خلاص كده دي اول مره خمرنا فيها اللي هو بنص كميه الدقيق. كمان هخمره للمره التانية بعد ما احط بقى فيه كميه الدقيق كلها. وجيت دهنت عندي اللهم بارك الطاجن كده زي ما انتوا شايفين، دهنته بالزيت او بالسمنه المتاح عندك. وبعد كده هتغطيه كويس وتحطي عليه الفوطه او البشكير او اي حاجه عندك تغطيه بيها وتسيبيه بقى لمدة ساعة يخمر. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى اداني نتيجة جميلة ازاي في التخمير. جيت انا قطعته بقى لأربعة زي ما انتوا شفتوا كده، كرات كبيرة. هنقلهم بقى على جنب وابتدي كل واحدة افردها زي ما انتوا شايفين كده. احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. لما بتسيبي العجين يخمر وياخد وقته في الخميرة بيفرد معاكي كويس. ما شاء الله بيديكي نتيجة كويسة. جيت انا بقى بصي هقطع زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. اهو بقطع من الجناب كده زي ما انتم شايفين، وهخليه يعني قطعه واحده. وهقطعه زي ما بصوا، يعني عايزاكم تمشوا بالخطوات زي ما احنا ماشيين كده. في الخطوه دي انا هكون عندي جبنه. طبعا انواع الحاجه اللي انت عايزه تحشيها جبنه و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وشوكولاته طبعا. عايزه تحشي عجوه، عايزه تحشي خضروات، عايزه تحشي اي حاجه في المرحله دي. هدهن بقى هنا سمنه او زبده اللي عندك متوفر عندك، وهبتدي بقى احط الحشو بتاعي وابتدي الفها واحده واحده. اهو بصوا انا بحط كده. بصوا كل ما بتلفي كل ما بتشدي وتلفي، تشدي وتلفي. بصوا بقى تلف معايا ازاي اللهم بارك، واداني شكل جميل ازاي. العجينه في ايدي جميله متخمره كويس اللهم بارك. بص هبتدي ان انا الف التانية برضو. كل ما بتشدي وبتلفي بيديكي توريقه اكبر وتوريقه اكتر وجميل جدا. عايزه اقول لكم طلع في منتهى الجمال. الاولاد حبوه جدا. ممكن وجبه فطار، ممكن وجبه عشاء، ممكن الاولاد ياخدوا معاهم المدرسه. يعني بص ينفع حاجات كتير جدا. بصوا اهو ما شاء الله اللهم بارك، كان في منتهى الروعه. هحط بقى كميه من الدقيق تاني وافرد التانية ونعملها مع بعض. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان خاطر ما تقولوش في حاجه ايه راحت مننا. بس لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت تشيروه لاكبر حد. بجد فعلا انا بتعب في الفيديوهات ديت، والله تستاهل منكم الدعم وتستاهل منكم لايكات كتير وشير كتير وكومنتات جميله. ربنا يا رب يحل ما بين ايديكم. نعمل بقى الحاجات الجميلة ديت في البيت وندبر ونوفر زي ما قلنا، وده شعارنا في القناة، ندبر ونوفر. اهو بصوا هبتدي اقطع. خدوا بالكم ان اللي طالع من الجناب ده انا مش هرميه او مش هركنه واعمله تاني، لا انا هوريكم هعمل بيه طريقة كمان. يبقى انا كده عملت حاجتين في حاجة واحدة من نفس العجينة. تمام. ولو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو كده قولولي
ايه الاخبار، ولو عجبكم الطريقه وعملتوها برضو قولوا لي طلعت النتيجه معاكم ايه. ما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجه ونهدرها، كل حاجه هنعمل بيها برضو وايه وهتنفعنا. بصوا انا بدهن السمنه وهلف كده، لازم احط طبقه السمنه او الزبده وبعد كده الف. بصوا ما شاء الله اداني توريقه جميله جدا، عجبتني وعجبت الاولاد وكانت نتيجتها زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا خلصت انا بقى الكميه كلها هنا، وحطيتها كمان في الصينيه وسبتها نص ساعه تخمر. يا جماعه التخمير هو اللي بيدي الحاجه هشاشه كويسه جدا. عملت الاشكال اللي انتوا شفتوها ديت. جبت كمان معايا 3 معالق من اللبن، حطيت عليهم ربع معلقه من النسكافيه وقلبتهم كويس. كمان بقى عملت دهنت الوش كله زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هحط عليه سمسم وحبه البركه. احلى حاجه طبعا طعمها بيبقى جميل جدا في المعجنات، بتدي طعم وريحه حلوه جدا. بصوا بقى الجمال. وهركنها بقى تخمر وهوريكم عملت ايه بالباقي. لميتهم كلهم وعملتهم كرة واحدة وفردتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبتدي اقطعها مكعبات وانزل بيها في زيت غزير. طلعت معايا بغاشة جميلة جدا، كان طعمها جميل. هتشوفوها اهو. بصوا مكعبات كده صغيرة اهو. بصوا بقى هنا نزلت بيها في الزيت. بصوا نفخت وبقت جميله ازاي عشان متخمره حلو. ادتني نتيجه حلوه جدا. ممكن تحشيها من جوه اي حاجه، ممكن تحشيها شوكولاته، ممكن تحشيها اي حاجه بقمع صغير. انا استكفيت بيها كده ان انا انزلها في العسل. وفي كمان فكره تانية اهو. بصوا انا نزلتها هنا في العسل. وكمان فكره تانية ان انا ممكن اسيح مكعب شوكولاته واحطه عليها من على الوش. اداني نتيجة جميلة جدا. وكده انا عملت وصفتين في وصفة واحدة. الاتنين طلعوا في منتهى الجمال. بصوا بقى المنظر، عايزة اقول لكم طلع جميل في منتهى الروعة. عجبني وعجب الاولاد جدا، وان شاء الله يعجبكم. جربوا نفس الطريقة هتعجبكم جدا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هفتحه معاكم وهتشوفوه دلوقتي كمان من جوه قد ايه هش وجميل. بصوا بقى هنا انا كنت حاطته في الطاجن اللي طلعته من الآلية، وبعد ما حطيته في السيرم بتاعي، وبعد كده ضفت عليه الشوكولات من فوق زي ما انتم شايفين كده، سيحته وحطيته عليه. كان جميل جدا. عايزه اقول لكم اتاكل قبل ما كمان الباتيه يتاكل. بصوا بقى من جوه قد ايه هش وجميل ازاي. وبكده بقى انا كده خلاص خلصت وصفتي النهارده. وبصوا بقى جميل. انا عايزه اقول لكم انه كان طالع طري وجميل جدا. بصوا هفتحه معاكم كمان وتشوفوه من جوه شكله عامل ازاي. اهم حاجه ان انتي تبخيه اول ما يطلع من الفرن. لازم يكون عندك بخاخه مخصصه للمعجنات، بتبخيه وتغطيه بخاتين بساط كده وتكلفتيه وتغطيه كويس. بعد كده بتطلعي الحاجه طريه وجميله ما بتبصش منك، كمان ما بتنشفش منك. بصوا بقى منظره عامل ازاي. بصوا التوريقه في منتهى الروعه. جربوه بقى بنفس الطريقه وقولوا لي رايكم في الكومنتات اهو. بصوا بقى هنا هفتحه معاكم وهتشوفوا شكله. وبكده بقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده. وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه منكم ولايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. اسيبكم بقى في رعايه الله واجيلكم بوصفات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا.